Hi fellas and welcome to my gossip. اوكي gossip هي مش جديدة، بس خلونا نستغل الفرصة ان ماري جو راوند نزلت او الام في بتاعها نزل وندخل هذه الكي دراما في النص. ليه بقول كده؟ عشان الكي دراما مرتبطة ببي تي اس، مرتبطة ب اتش واي واي اتش. هو ال اتش واي واي اتش مش عارفة، مش عايزة تيجي معايا ليه. ال HYYH دي اللي هي الكونسبت بتاع BTS. قصتها ايه؟ قصتها طويلة جدا، لو عايزين نحكي لكم في فيديو آخر قشطة، ما عنديش مانع، بس هي كونسبت موجود في كل الألبومات بتاعتهم، مش أغاني معينة بس. طيب الكي دراما دي ازاي خدت هو لسه الكونسبت ده موجود لحد ما لا نهاية. الفكرة هنا بقى إن في أغاني ال BTS معمولة كشورت فيلمز زي وينجز، هتلاقوا بيجنز، ستيجما، هتلاقوا لاي مام كده. كل واحد ليهم كان ليه شورت فيلم وكان ليه الأغنية بتاعته موجودة فين برضو في ران اللي هي القديمة بتاعتهم، مش اللي هي ران بوليت بروف، لا ران اللي هي القديمة. و I need you girl و um, butterfly. ايه تاني؟ استنى هشوفه. وزي ما قلت لكم الشورت فيلمز او الاغاني اللي هي معموله بتاعت وينز. وكده انتوا وضحت لكم الصوره شويه ليه بي تي اس مرتبطه بكي جون. اللقطات اللي هتلاقوها في الشورت فيلمز دي هتلاقوها برضو جزء منها في الكي دراما دي، بس بمنحنى اوسع بقى، واللي هو القصه بدات ازاي وايه الاستراجلز اللي واجهت الاولاد دي وكده. العتاب الوحيد، يعني خلونا نبدأ بالمميزات الأول. المميزات إن السبع أشخاص اللي بيمثلوا إن هم شبه بي تي اس، في منهم شبه من بي تي اس. هل دي حاجة وحشة؟ خالص، لأن أنا كنت فاكراهم معتمدين على الشكل بس، طلعوا العيال موهوبة بطريقة انتوا مش متخيلين، بجد مش متخيلين تمثيل العيال دي فظيع قد ايه. ف محتاجين نحييهم. كي دراما اسمها begins doesn't equal you. بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن سبع اشخاص موجودين في نفس المدرسة، آه، قربوا من بعض لما بيحبوا يتعاقبوا او لما بيتعاقبوا، يعني بيروحوا لأوضة معينة، دي أوضة العقاب، حولوها لأوضة تجمعهم مع بعض ويقعدوا فيها حبة حلوين ويتعرفوا على بعض اكتر ويبقوا مع بعض اكتر ويفهموا بعض اكتر. الفكرة بقى ان كل واحد فيهم برا، يعني برا هذه الشلة ليه struggles لوحدها. عندنا جيون جي ها اللي هو المفروض جانكوك، يعني كان قاعد مع عيلته والمفروض ان جوز مامته بيعامله بطريقة وحشة ومامته ما بتتصرفش، وكان الموضوع عامل له تشتت رهيب. عندنا مثلا اللي هو الشخص اللي عامل شخصية بارك جيمي. هتلاحظوا في الأغاني بالذات اللي هي أغنية فيك لاف، وضحت اكتر الحتت دي لما كان جيمين بيغرق نفسه بالميه او بيطلع من حواليه ميه او كده. ده كان ستراجل موجود عنده، ان هو بيحس ان هو بيغرق او drowning، او في حادثه حصلت في وسط هذه الميه كانت بتسبب له او سببت له اصلا تروما، بيحاول يتعالج منها بس اهله مكتمين عن الموضوع، وده كانت حاجه بتخليه يدراون في his own thoughts، او ان هو يغرق في افكاره اللي هي السوداويه. عندنا مثلا جي هوب، ده شخص عفوي بقى وبيضحك ومع الشلة وجامد ومش عارف ايه، وتحس ان هو ما عندوش مشاكل، بس الحقيقة ان هو اصلا يعني يتيم وعنده مشاكل لوحده. يعني اصلا انا هتفاجئ بنهايته او هنتفاجئ كلنا بنهايته، او انا اتفاجئت بنهايته عامة، مع اني عارفة في الام فيز هو كانت نهايته ايه، بس اتفاجئت لان هما ما كانوش يعني جايبين جانب منه آه، حزين غير بسيط قوي، ما دخلوش جوه قوي. عندنا مثلا اللي هو اللي عامل نفسه شوجا او شخصية شوجا في اتش واي واي اتش. شخصية شوجا هنا كانت حلوة مع شوية تحفظات او غموض او كده، بس في حاجة بقى ان هما مش هيظلمونا بنهاية شوجا زي ما عملوا في نهاية جي هوب خالص. نهاية شوجا كانت هتيجي تدريجيا، يعني في الأول كده كان شوجا كان بيضحك عليهم بحيث يشوف قيمته عندهم أو هيقفوا لأول ما يسمعوا الخبر إن هو ولا لأ. وأكتر واحد اتأثر كان اللي هو جون جي ها اللي هو جونكوك،
احنا هنشوف اصلا في الانفيات ان هو جونجوك كان قريب منه قوي، واكتر حد كان متضايق عشانه وبتاع. انا كنت بحب الفترة دي عشان هما كانوا بيمثلوا او كانوا عاملينها زي افلام، فكانت بالنسبة لي حاجات تحفة. وكانوا بي تي اس اصلا نفسهم في الانفيات دول كانوا بيمثلوا بطريقة حلوة قوي. ما علينا يعني. آم، وفي الاخر شوجا فعلا جونكوك معرفش ينقذه. جين هو الغني بتاع الشلة، وهيبقى بصوا مفهوم غلط من الشلة ومننا احنا شخصيا عامة يعني. هنفتكره شرير مع الأشرار، وشوية هنفتكر ان هو بيغدر بيهم يطلع مش بيغدر بيهم كده يعني. في حد ما اتكلمش عنه، نام جون شايل العيلة من هو سن صغير، فهو الأخ الكبير الآن بدور كبير أوي زيادة عن اللزوم. مين تاني ما اتكلمناش عنه؟ جين تيونج بقى اللي هو مشكلته كبيرة جدا لدرجة إن أهله محضروش التخرج بتاعه بتاع الثانوية العامة. ف... فكانت مشكلته مع العيلة أصلا أكبر من كده بكتير، إن هو مش موجودين أصلا، فاهمين؟ مع إنه كان بيحب باباه يعني، بس في الآخر راح زي ما انتوا عارفين وحصل في الام في، في الام في و... وده كان بالنسبة لي صدمة. أنا كنت مفكراه بيكرهه طلع بيحبه، بس مشاكل. هو ساعات بينسى حاجات في الآخر، نهايته طلعت كارثية. ايه علاقة بقى ماري جو راوند باللي أنا بقوله ده؟ بصوا، هعترف لكم يعني اعتراف شديد اللهجة يعني. بالنسبة لأي حد بيفكر يعمل أي كونتنت، يطول باله وصبره عشان الموضوع خرج من إيدي. أنا المفروض أصلا النهاردة إن أنا كنت بإيديت الفيديو ده، تمام؟ كان نفس الحوار كده، وخلاص فاضل التاتشات الأخيرة. يا جماعة أنا مسحت الفيديو، فده بارت 2 بالنسبة لي. اللي أنا بحكيه ده بارت 2 يعني. بس الحاجة اللي بصبر بيها نفسي، مش هقول لكم رد فعلي كانت عاملة ازاي، بس الحاجة اللي بصبر بيها نفسي إن هو ما كانش متصور كويس، وما كنتش فاكرة حاجات بصراحة، وميري جو اراوند ما كانتش لسه نزلت. فبصوا انا بقول لكم الستراجلز عشان تبقوا فاهمين وضعية اللي انا بعمله دلوقتي. فانا كنت في مرحلة ان انا خلاص هنزله لكم النهارده، هو كده كده هينزل النهارده ان شاء الله لو ما حصلش اي حاجة فاقعد لي فني. هينزل النهارده. آه وبس يعني هصوره هنزله في نفسي. دي حاجة بالنسبة لي يعني ربنا يقدرني ويبقى عندي طاقة واعملها. وبالنسبة لماري جو راوند، ايه اللي خلاها مرتبطة او احنا حاسين ان هي مرتبطة ب HYYH؟ ان فيك لاف، او مثلا في فوتوشوت كان في مادة سودة كده كان BTS بيلخبصوا نفسهم بيها. ومثلا العجلات، لو خدتوا بالكم العجلات اللي هي الميري جو راوند اللي هي بتاعت الأحصنة، فدي كانت موجودة برضو في الأغنية اللي أنا بحبها في الهطل ده، سبرينج داي. في حاجات بتعيد نفسها. وكانت برضو في لايف جوز اون، كانت في أغنية من الأغاني. فده اللي مخلينا رابطين الأحداث ببعض بالسلسلة نفسها، فلسه السلسلة دي مكملة معانا ما خلصتش. فهو ده عشان هو كونسبت BTS أصلا، فعشان كده هي مهمة موجودة في كل الأجواء. بس أنا حبيت أعيد تاني عشان لو أنا ما كنتش قلت في الأول. التابع الوحيد هو على بيج هيت ان هما ما عملوش بروموشنز، او ما عرفوش ناس كتير عن الكي دراما دي، او ان هي نازله، حتى لان دي حتى هتبقى حاجه في صالحهم، فاهمين؟ فما عملوش بروموشنز ليها زي ما انا كنت متخيله. وكنت متخيله ان BTS حتى هيطلعوا يتكلموا عنها اي حاجه يعني. لو جت في كلمه كده appreciation للعيال دي، كان الموضوع يبقى في اللذيذ بالنسبة لي، لأن هما بجد أبدعوا 12 حلقة تقريبا. مفيش ملل. أنا كنت داخلة بإكسبكتيشنز دي، إكسبكتيشنز زيرو لدرجة إكسبكتيشن عظمة. دي كانت لوحة فنية بجد، كمية مشاعر، صداقة مع struggles مع ضحك مع في ميكس رهيب. ما مليتش في ولا ثانية بصراحة. وبس كده، ده هيبقى آخر حاجة في الجاسب بتاعتنا أو في الفيديو بتاعنا.
وطبعا مش هوصيكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. See you in another video or gossip.